كم من أب محروم يدعى الله سبحانه وتعالى بأنه يرزق الولد، وكم من زوجة عاقر تمنت لو عندها مثل ما عندك من الأبناء. فهذه الكلمات موجهة لكل أب وأم الله سبحانه وتعالى رزقهم بهذه النعمة، نعمة الأبناء. ليش ندعو على عيالنا؟ وليد وليد ايمه خير ايش فيك؟ يما بيك توصلني بيت خالتك، تعبانه وبسير عليه. الحين اخواني ايش كثرهم داخل 60,000 واحد، ما لقيت الا انا وصلك. ايش فيك انت؟ ما شفتيني قاعد اغني برا انا مستانس، جيتي بتنقدين علي؟ ايش التعامل هذا؟ روح الله يسلط عليك ظالم ما يعرف العدل. ليش؟ نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الأمر وقال لنا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. ليش؟ لأنها ممكن تكون ساعة استجابة والملك يقول وجب. لا نكرر أدعية الموت والمرض والمصيبة بلسنتنا، روح الله لا يوفقك، روح على الموت يشيلك. ليش؟ نغير هذه الدعوات، بدل لا أقول أنا الله ياخذك أقول الله يهديك، بدل ما أسبه أدعي له. لا نعاقب أنفسنا بكلمة نقولها والله سبحانه وتعالى يستجيبها.